السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد معاكم داليا من قناة داليا الرفاعي. لو لسه اول مرة تشوفيني يا ريت تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة، بجد بجد هتستفيدي. والنهاردة مكملين مع بعض اخر فيديو من روتينات الشتاء. خلاص انا بختمها كده بالحمام. النهارده فيديو خفيف كده وصغير عبارة عن 7 دقايق. الحمام كله على بعضه ما خدش مني، يعني الحمد لله الحمد لله ما خدش مني نص ساعة. الحمد لله قدرت ان انا اخلصه، وقدرت ان انا انهي روتينات الشتاء. يا رب تكون الفيديوهات اللي قبل كده تكونوا عرفتوا تستفيدوا منها، وتكون خفيفة عليكم، وتكون على الاقل اديتكم طاقة ايجابية، وتكون كمان اديتكم طاقة كده حماسية ان انتوا تقوموا وتشتغلوا وتعملوا للناس اللي لسه ما اشتغلتش. عشان لسه على الاقل الجو لسه يعني ايه، بالنهار لسه حر، ولسه قالت لك مثلا على اول 12 اعملوا. لا، يعني ايه، ابتدوا بقى ايه، قوموا شهلوا اعملوا. ابتدوا بقى على الاقل مثلا ابتدوا بالصعب زي ما قلت لكم قبل كده. ابتدوا بالصعب. انا شفت اكتر حاجة صعبة في الشقة عندي كانت هي المطبخ، ابتديت بيها. يا رب يكون الفيديوهات تكون خفيفة عليكم، وتكون عرفتوا تستفيدوا من الافكار اللي انا قلتها في الفيديوهات اللي قبل كده. اي يعني حاجه وحشه او حلوه، احب ان انتوا تقولوها لي على طول في الكومنتات. لو في نقد او في حاجه مش واخده بالي منها، او في حاجه انتوا استفدتوا حتى بيها، او اديتكم على الاقل طاقه ايجابيه، يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو. ولو في اي حاجه، انا بقرا دايما الكومنتات وبرد عليها على طول اول باول. هنا اهوت انا خلاص اهوت بفنش الحمام خلاص اهو. ببتدي برضو من فوق لتحت. بعمل السيراميك. انا عندي اول ما بدخل الحمام كده بيبقى البانيو كده صغنن. انا عاملاه 120 سنتي، مش كبير مش لاخر الحمام، لان انا مكمله بالغساله. انا حمامي صغير مش كبير، بس واخد حاجات كتير، يعني واخد الحمام كله واخد الغساله معاه. فدي حاجه كويسه ونفعاني يعني. بالنسبه لي انا هنا هوت لما باجي، برضو هنا انا مشغله الدش على الميه السخنه. خدوا بالكم بقى، انا لما باجي اغسل الحمام، بدل ما بعمل مثلا بشفشق ولا بكوز ولا بالكلام دوت، لا انا بصبن الحمام قطعه قطعه او حته حته، وبقوم مشغله الدش على الميه السخنه، وبقوم عاملاه بحس ان الميه السخنه لو في حاجه كده او كده بتعقمه، وفي نفس الوقت بتطلع اي حاجه ايه موجوده. يعني لو ما كانتش شالتها الليفه، الميه السخنه بتطلعه. وكمان احنا علشان انا بغسله وانا بالليل، فالميه السخنه كمان زي ما بيقولوا كده بتدفي المكان كويس. علشان انتوا لو حابين في الشتاء، انا كان بالنسبه لي تنظيف الحمام بيبقى صعب عليا في الشتاء عشان ميه وكده. فبقوم بقى عشان احل الموضوع ده، كنت بقى بشغل الميه السخنه على الدش، فكان بينضف لي المكان وبيدفهولي كمان. بيدفي لي المكان مهما اقعد في الحمام كتير بالليل، ما كنتش احس ان الدنيا ساقعه. كان بيدفي لي المكان حلو قوي. بعمل اهو خلاص الحوض. انا بعمل الاجزاء اللي فوق، وبعد كده هبتدي بقى في الاجزاء اللي تحت. بعمل بقى الحوض اهو زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم برضو ان الشنطه اللي انا كنت مطلعاها، انا كنت مطلعه شنطه كنت قايله لكم عليها. كنت عامله شنطتين، شنطه للحاجات اللي انا مستغنيه عنها خالص مش عايزاها، وشنطه تانية للحاجات اللي انا هوزعها. الشنطه دي انا قلت لكم ان هي دايره معايا في الشقه كلها. اول حاجه دخلت بيها المطبخ حطيتها، وبعد كده اوضه النوم، بعد كده الليفينج، بعد كده الصاله. خلاص انا يعتبر يعني الشنطه اكتملت عندي. ابتديت بقى ان انا اعمل لها جرد، واشوف بقى ايه الحاجات اللي انا هوزعها بره خالص. الحاجات اللي انا هبتدي ان انا اوزعها مثلا للقرايب الاول، للصحاب، للمعارف، وبعد كده الحاجات اللي انا مش عايزاها بقى خالص ممكن اتصل بجمعيه ولا حاجه يجوا ياخدوها. لكن انا دايما بعمل الموضوع ده، والموضوع ده بيريحني جدا. واعملوا انتوا كمان كده لما تيجوا تروقوا، او تعملوا روتين من الشتاء للصيف او من الصيف للشتاء. دايما دايما اعملوا الموضوع ده، اللي هو موضوع الجرد، اللي هو موضوع الحاجه اللي انت ما بتستخدميهاش. ودايما احنا دايما نقول ايه، اكيد انا هستخدمها بعد كده. لا، لا بنستخدمها ولا حاجه، وفي نفس الوقت بتكركب
وبيبقى الموضوع صعب جدا لما بنيجي نعمل روتين، ولا لما بنيجي نعمل بنلاقي كركبة وبنهمت كده، والموضوع بيبقى فيه طاقة سلبية لما المكان اللي انت عايشة فيه بيبقى فيه حاجات كتيرة انت مش مستخدماها وفي نفس الوقت حطاها عندك. الموضوع ده بيدي طاقة سلبية وحشة جدا جدا في المكان. يعني انا كنت سامعة قبل كده شيخ بيقول ان اللبس لو عدى عليه سنة وانت ما لبستيهوش، انت كده بتتجازي عليه، يعني كده غلط. انا هنا خلاص، انا كده يعتبر خلصت الحمام خالص خالص. بجيب بقى حاجة كده دوني. لو انت ما عندكيش دوني بتجيبي اي معطر اللي هو بتاع الغسيل وبخففه، او ديتول. لو ما عندكوش خالص ديتول برضو بيدي ريحة حلوة قوي ونظافة. بقوم عاملة مثلا كوباية كده صغننة، وبقوم مكملاه بالمية، بخففه بالمية، واقوم بقى رشاه في الحمام كله. بيدي ريحة رهيبة جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم، بيدي ريحه حلوه جدا جدا للحمام كله. انا هنا عامله دوني اللي هو اللون اللي اسود ده. لو انت بتحطيه على الغسيل عادي، انت بس عشان تدي ريحه، لان انت خلاص انت معقمه الدنيا ومجهزاها ومعقماها. وبعد كده بقى بنشف الحمام. بعد ما بنشف الحمام بقى ببتدي بقى على نظافه. ابتدي ان انا اعلق بقى الستار بتاعت البانيو، وكمان هنا اهو بعلق ستار الحمام الشباك. انا هنا كنت بوريكم، يعني مش عارفه المها ولا اخليها كده، واديكم بقى جوله في الحمام بتاعي بعد ما خلص خالص. يا رب تكون الجوله عجبتكم والروتين عجبكم ويكون خفيف عليكم، واتمنى ان انتوا الروتينات اللي قبل كده تكونوا استفدتوا منها وتكون خفيفه عليكم. بجد حلوه جدا جدا جدا. انا خلاص ختمت بالحمام وبجد مبسوطه جدا، مش قادره اقول لكم. انا الفرحه مستعيني ان خلاص اخيرا خلصت روتينات الشتاء. هبتدي بقى اريح يومين كده. مش هعمل اي حاجه في الشقه لان خلاص الشقه يعتبر متروقه. هبتدي اريح يومين، حتى هعمل اكل خفيف خالص. وهريح كمان من اليوتيوب، وهريح من القناه، وهريح. هعمل كده، هفصل كده زي ما بيقولوا، هفصل كده شويه. وبعد كده ان شاء الله كمان يومين ارجع لكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.